كل بقى اللي بيحبوا الشاورما السوري وعشاق الشاورما السوري، وطبعا احنا بنجهز لتجهيزات رمضان اللي بنفرزنها، فضروري جدا جدا يبقى فيه في الفريزر تتبيلة شاورما سوري. ده مهم جدا عشان اي حد جاي مرة واحدة بتبقى هي المنقذ الوحيد. يلا بينا اقول لكم على طريقتها ومقاديرها سهلة جدا. هنحتاج 4 فصوص توم مهروسين، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة بهارات فراخ، سماق بتدي طعم حلو جدا، بهار حلو، جنزبيل، الملح على حسب ما انتوا بتحبوا الحدوق، مع كوبايتين زبادي وعصرة نص ليمونة، كثير من زيت الزيتون. بصوا بتحط الطعم في حتة تانية. وبعد كده اقلب كله لغاية اما التوابل تدوب كويس في الزبادي. اول ما التوابل تدوب كويس في الزبادي ابدأ انزل بالفراخ. هنجيب صدور بانيه هنقطعها شرايح، ما بتفرقش كبيرة او صغيرة، انا جربت كله وكله بيدي نفس النتيجة في الاخر. اضيف بقى الفراخ واقلبها مع الزبادي كويس. بعد كده اروح ضايفة معلقة صلصة وحبة فلفل اسمر. ليه بحط الفلفل الاسمر في النهاية؟ علشان ما يهريليش الفراخ قبل ما تكون شربت من الزبادي. انا يهمني اكتر ان الفراخ تشرب من خلطة الزبادي. وبعد كده اسيبها في التلاجة مينيموم ساعة، وبعدين احطها في طاسة فيها نقطتين زيت ونروح نازلين عليها بالخلطة كلها تبقبق كده مع نفسها. ولازم احط التاتش بتاعي، فهنقطع شرايح فلفل رومي، وبعدين اروح منزله عليها بشرايح طماطم متقشره. اول ما الميه تنشف خالص اروح منزلها البصل. بعد كده ابدا بقى ارص الساندوتش الشاورما بتاعي. هنحط توميه والكثير من التوميه برضو، وبعد كده حطيت خيار مخلل والفراخ بالصوص بقى بتاعها الجميل ده. بعد كده بطاطس محمره، وابدا اقفل الرول بتاعي كويس واروح حطاه في طاسه مدهونه رشه زيت، يعني بالفرشه كده زيت، وادهن برضو وش الساندوتش حبه زيت، وابدا اقلبهم لغايه ما ياخد لون احمر من تحت ومن فوق. بس بقى وصفة سهلة جدا جدا وجميلة، وبتنفع على فكرة في رمضان. لازم تتفرزن في رمضان. الشاورما دي عادي بتفرزنوها في كيس فاكيوم تطلع على النار على طول. وبس كده، وبالهنا والشفا. ما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رأيكم فيها لما تجربوها، وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وفولو.